شهد المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء سلسلة من أعمال التأهيل والتطوير استعدادا لاستضافة نهائيات كأس إفريقيا عام 2025. بدأت هذه الأشغال في نوفمبر 2023 بهدف تلبية معايير الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم. تفاصيل أعمال التأهيل: أرضية الملعب. تم تثبيت عشب جديد بمعايير دولية مع توقع انتهاء عملية التثبيت في غضون يومين. المرافق الداخلية شملت التحسينات مستودعات الملابس، قاعة الندوات، التجهيزات الخاصة بالضيوف والمرآب بهدف تحسين تجربة اللاعبين والضيوف. المرافق الإعلامية تم تحديث منصة الصحافة لتلبية احتياجات الإعلاميين وفقا للمعايير الدولية. حلبة الجري تم تغيير الحلبة المطاطية المحيطة بأرضية الملعب حيث ستكون باللون الأزرق مما يضفي جمالية خاصة على الملعب. تقنية الفيديو المساعد الفار، تجهيز غرفة تحكيم خاصة بتقنية الفار لضمان سير المباريات وفق أحدث التقنيات التحكيمية. الجدول الزمني لإعادة الافتتاح: من المتوقع أن تنتهي جميع أعمال التأهيل بحلول بداية شهر مارس 2025، مما سيمكن فريقي الرجاء والوداد الرياضيين من العودة لخوض مبارياتهما على أرضية الملعب بحلته الجديدة. تكلفة المشروع: بلغت كلفة إعادة تأهيل ملعب محمد الخامس حوالي 22.5 مليار سنتيم كحد أدنى وفقا للاتفاقية الموقعة بين جماعة الدار البيضاء، شركة سونارجيس، ووزارة الرياضة. تأتي هذه الجهود في إطار استعدادات المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وضمان جاهزية البنية التحتية الرياضية لاستقبال هذا الحدث القاري البارز